يا جماعة بصوا انا عملت ايه. طبعا النهارده ايه قلت ايه. اعمل اي حاجه كلها والجو اصلا ساقع، رحت قايمه جايبه عدس وعملت قطعت عيش. انا بحبه يا جماعه، من النوع اللي بحبه بالشروع، يعني احبه بتسقيه. بصوا يا جماعه، والله يا جماعه اي حاجه هتمشي. يعني انا دورت النهارده بيني وبينكم كده، اول ميزانيه ايه خربانه عندي، فما فيش فلوس يعني. فطب ادور على، قمت فتشت في المطبخ لقيت ايه عندي شويه عدس. رحت قايمه يا جماعه عملت العدس. كلكم عارفين العدس بيتعمل ازاي. انا من النوع يا جماعه اللي مش بخلطه ولا بصفيه. ليه بقى بعمله ازاي بقى؟ بروح حتى البصلايه مقطعاها قطع صغيره، وحتى طماطمايه، وحتى توم، دقه توم بس راس حلوه كده تعجب قلبي كده، عشان انا النوع اللي بحب البصل في الاكل وبحب التوم. واروح عامله البصلايه مقطعه قطع صغيره، ومقطعه قطع طماطم صغيره، ومقطعه دقه راس التوم. وما تحطيش عليها ما تحطيش اي بهارات خالص، اي بهارات ما تحطهاش يا جماعه. انا مش بعمل برنامج طبخ والله، بس انا يعني ايه، عشان محدش يقول ده انا بعمل برنامج طبخ. لا، انا ما بعملش برنامج طبخ، انا بس بوريكم انا مشيت يومي النهارده ازاي. فطبعا يا جماعه رحت جايبه العدس كده، حطيته كله على بعض، البصلايه بالطماطميه بفص الثوم، وخليتهم كلياتهم كده ايه يستووا مع بعض مع ورقتين لورا، ورحت خليهم يستووا مع بعض. او بتهمك يا جماعه احسن ما انتوا بتصفيه او بتعمليه في الخلاط. لا، انا بخليه مستوي قوي، يعني لدرجه ان انت اكنك مصفيه. بص عامله ازاي، اكنك مصفيه ما فيهوش فيه حاجه. وبعد ما بيستوي اروح حتى فلفل اسمر وحتى الكمون، واروح حاطاه عليه، عشان الفلفل الاسمر يا جماعه والكمون لما بيتغلوا كتير مع الاكل وبيستووا، اولا بيسمروا الاكل، ثانيا بيغمقوا الاكل. رحت حاطه فلفل اسمر وبهارات، وخليتها خدت غلوتين، ورحت مقطعه بصلايه حلوه كده فتله خركم، ورحت محمراها بحته سمنه هولندي بقى. تجيبي بقى ب 15 جنيه حته زبده، معرفش بقى دي 8 كيلو ولا قد ايه. وبتروحي مقطعه فيها البصلايه ومحمراها، تروحي طشها على زي طشه الملوخيه. وبعد كده بروح انا مقطعه العيش. وبعد ما اقطع العيش زي ما انتم شايفين كده، بروح صب عليه العدس وبالهنا والشفا. والله العظيم وقضيت يومي من غير اي حاجه خالص، واليوم عدى النهارده والحمد لله، وهيكفي العيال وهناكل النهارده، واليوم عدى والحمد لله على كده.